انه واخا خساره واخا كاين واحد الحزن، ولكن الجمهور المكناسي خارج بواحد النظام ومنظم الصفوف وخارج يعني ويغادر الى منازله يعني بروح رياضيه بكل تقبل وكل يعني هذه كرة القدم، هذا قانون اللعبه يفرض ذلك اقصاء تقصينا بضربات الجزاء. ولو كنت اقول ان المباراه ممكن تحسم في شوطها الاول او شوطها الثاني، الذي يمكن ان يضيع كرات كثار من طريق المهراوي ومن طريق عدد اللاعبين اللي هما الشيخ فاي وغير من ذلك. ولكن نادي مكناسي هو قصة عشق للأبد، ليس اليوم أو الأمس أو الغد، للأبد إن شاء الله. وهارد لاك جماعة المكناسية وبكل ريح رياضية. نتلاقاو الماتش الجاي إن شاء الله. الحضارة المكناسية معليش كما تنقولوا خيرها في غيرها، مخا نخسروا أو نتقصاو لما كتجيب ناس بطولة أو كاس كتجيبنا الكودين بور توجور. هذه قانون اللعبة وهذه قانون كرة القدم، دائما فيها منتصر، دائما فيها منهزم، دائما فيها متعادل. اليوم ما حرناش الحظ باش نتأهلوا كأس العرش، ما انتهت القصة ديالنا في كأس العرش، انتهت المغامرة ديالنا في كأس العرش، ولكن لن تنتهي مغامرتنا مع النادي المكناسي. النادي المكناسي هو الحب الأبدي اللي كنتواصلوا الشغف ديالو. سي با لا بين باش نتقصاو، وماشي كما كنقولوا حنا جمهور لقب او بطوله او كاس، حنا جمهور الفدال. وهكذا هي جماهير المكناسيه تغادر الملعب يعني وسط يعني اجواء روح رياضيه. نتمناو القادم اجمل من المكناس والشعب المكناسي ومدينه المكناس والنادي المكناسي. والاهم هو اننا نواصل مباريات في البطوله، ولما لا نحقق مركز يؤهلنا للبطولة الإفريقية الموسم القادم إن شاء الله. رغم الصعاب ورغم كل شيء، النادي المكناسي قادر على كل شيء، والمستحيل ليس مكناسيا. معليش واخا تقصينا اليوم، ضغط على اللعيبية، زيد عليها رمضان، زيد عليها يعني أجواء يعني واخا تنعرفوا بأن الجمهور أو الكودين فاش كتكون دخلة ما كتخسرش في تيرانها، مي سي با لا بين. هذا ماتش ممتاز. أرى إن شاء الله الرجاء البيضاوي الاسبوع القادم، الاثنين القادم ان شاء الله نفوزوا على الرجاء وندفروا بمركز افريقي ان شاء الله الموسم القادم. وتحياتي لكم جميعا. هذا خالد يحييكم من قناه كره القدم بعيوننا. ديما قدام ديما قدام ديما قدام حتى الموت.